السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة متتبعي الكرام داخل الوطن وخارج الوطن، ويوم مبارك سعيد للجميع. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بحسن الأحوال، كما كنتمناكم دوزو عندي القناة ديالي ديال اليوتيوب وتعاونونا بالبارطاج وتشاركوا في القناة وشي تعليق مزيانة. جزاكم الله خيرا أمرا وليس عفوا فضلا وليس أمرا. متتبعين الكرام، هاد الأيامات كيروج المشاكل ديال الصندوق ديال التقاعد، وهنا ربما غادي نعطي غير الرأي ديالي فقط، وخا أنا إنسان بسيط، مواطن مغربي بسيط. الأفكار ديالي أفكار محدودة مثلا، لكن كيقول واحد المثل الصيني: ما تعطينيش الحوتة إنما أعطيني كيفاش نصيدها. ولهذا كنتمنى، هذا رأي المتواضع يعطي الأكل ديالو. ربما أقول هذا الصندوق ديال التقاعد حبذا لو درتو لكل صندوق من الصناديق مشروع، أي صندوق من الصناديق، سواء صندوق المقاصة أو سواء الصندوق ديال التقاعد أو الصندوق ديال الموازنة، أو المهم أي صندوق من الصناديق والسبيطارات والمدارس. شتي ولو حانوت ديال البيع والشراء، كل مدرسة دار لها غير حانوت مثلا ديال البيع والشراء باش يروجوا ويدخلوا شي شوية ديال المدخول، ما يتكلوش مثلا غير على الضرائب ولا على مثلا على الدولة باش يعطيوها الصندوق ديال الدعم مثلا. مثلا الصندوق ديال التقاعد اللي كنهضروا عليه، يديروا ليه شي مشروع في كل مدينة أو لا في كل بلاصة، يديروا ليه شي مشروع من المشاريع اللي يدخل الفلوس ويروجوا فيه الفلوس ديالو كذلك. ما يبقاوش غير متكلين على هادشي، لا واه الصندوق هادي، لا واه من 1961، لا واه كذا، لا واه هادي، لا واه هادي. لو داروا المشاريع لهاد الصناديق ما غاديش يتزيروا. مثلا حنا كنهضروا بالدارجة المغربية. ثم الموضوع ديال البوطة كذلك، البوطة غاز بروبان، كنهضروا على بروبان. الموضوع ديال البوطة غاز رجاء في بلاصة مثلا، لأنه الفلاح راه المشكل ديال البوطة، المشكل ديال الفلاح وديال مول الدجاج وديال بعض اللوزينات هما اللي كيستهلكوا البوطة بزاف. الفيرمات ديال البنان والفيرمات ديال ها اللي كيستهلكوا الأطنان ديال البوطة. خاص يديروا الناس الحلول. الزيادة ديال في البوطة ولا من غير البوطة راه ماشي حل، إنما الحل هو كل حاجة نديروا ليها مشروع ديالها، منها نخدموا واحد العدد هائل ديال اليد العاملة سواء أو لا، وكذلك يستافدوا هاد الصناديق
يروجوا الفلوس باش حتى إلا جا الشهر يلقاو مثلا ما يعطيو لعباد الله بهذا الأسلوب هذا. كذلك البوطة، في بلاصة باش نعطيو الدعم نخليو البوطة كما هي، ولكن نشوفوا هاد الناس اللي كيستهلكوا، يعني الفلاح الصغير ما كنهضروش عليه، انما غادي نهضروا على الفلاحه الكبار اللي كيصدروا مع الاسف البلاد مخصوصه بالخضره وكيصدروها هاد التعاونيات هادو. راه المعضله والطمه الكبيره هما هاد السماسريه. ثم خليو البلاد هانيه بهذا الاسلوب هذا، وخليو الشعب يلقى ما ياكل، ماشي غير اما الا ما ديتو المياه ديالنا وصدرتوها، كتديو الخضره حتى هي كذلك وتصدروها، وكتخليو السوق الداخلي ديال المغرب يتكوى المواطن بالثمن ديال الخضر. لا اله الا الله وسبحان الله. ثم غادي نهضر شويه ردا على أناس يتكلمون في المدونات الأسرة أو لا مدونات المرأة، لأنه كنشوفوا هذا الشيء هذا المدونة هذه غادية في واحد الاتجاه المعاكس للدين الإسلامي. ولهذا أقول يا سي محمد، يا سي الغنوشي، استضفك بالأمس القريب الصحفي المقتدر حميد المهداوي، وقلتي شي كلام، قلتي على أنه إلا بغى شي واحد يتزوج كيقلب على المرأة خدامة. هذا كلامك. وقلتي تاني بغيت عاد نسولكم، إلا كتهضروا على المدونة ولا كتهضروا على المرأة بصفة عامة، رجاء ما تنقشوش من الراجل بهذوك الأساليب المخبتة كتجعلوها كتطبقوها على كل شيء. لو الراجل كيمشي يسكر، لو الراجل كيمشي كذا، لو الهضره تريطواريه سبق لي قلتها لكم. وردا عليكم هذاك الراجل اللي كيقلب على المراه خدامه، وسمحوا لي على هذا الكلام هذا واخا يكون جارح شي شويه، سماهم الله تبارك وتعالى بالبخلاء الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل، وسماهم من الفوق الفاسقون. ولهذا ما نشدوش هاد البخلاء وهاد الفاسقون ونطبقهم على الأمة الإسلامية بصفة عامة، لا. وبالأساليب باش كتهضروا كتنفعلوا كتهضروا كتقولوا هاد المسائل هادو بحال هكا. ما غادي نقول لكم حاجة وحدة إلا ما غير ما وفقكمش الله تعالى، حتى لا أقول شيء آخر، غير موفقين فيما قلتموه. ما نعرف واش رمضان، ما نعرف واش خانتكم الذاكرة، الله أعلم. ثم أقول سبب ديال هاد الشيء كلشي اللي كيروج هو أولا طماعون. عرفت اش قال الله تبارك وتعالى في الطماعون؟ طماعون للكذب أكالون للسحت. كاع اللي هو طماع راه كياكل السحت. نعم، لأن
الطمع كيؤدي إلى بزاف ديال الحوايج. ونقول لكم المصالح دنيوية لا ينبغي، ما خصهاش تكون في الدين ديال الله تبارك وتعالى. بغيت غنسولكم، رمضان حتى هو خاصكم تشوفوا ليه شي حل حتى هو. شوفوا هذا رمضان حتى هو راه قديم، وهذا رمضان حتى هو راه فيه الجوع وفيه العطاش وفيه بزاف وفيه الدوخة، كيدوخ فيه بنادم بالنهار. حتى هو شوفوا ليه شي حل. الصلاة حتى هي كذلك، الصلاة حتى هي فيها شوية ديال الماء ديال الوضوء، سواء الحال بارد ولا سخون، وفي هذاك الركوع والسجود بنادم كيدوخ فيها. شوفوا ليها حتى هي شي حل. كتشوفوا كلشي، اللهم ديروا الحل لكلشي. هذا هو السبب علاش كنقول لكم هذاك النهار اللي بغى ينسلخ من الدين ديالو ومن الإسلام ديالو فله ذلك. اللي بغى فيكم يدير شي حاجة راه غير الدنيا هادي، افعلوا ما شئتم، لكن اعلموا أنكم ستحاسبون على ذلك. والله ثم وتالله ستحاسبون على كل كبيرة وصغيرة وعلى كل بدعة ابتدعتموها في هذه الدنيا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقول لكم الرب عز وجل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولهذا هذه غير دار الفناء. العاقل هو اللي كيدير لدار البقاء. عيشوا ما شئتم. ها انتم واحد العادات ديال الناس اللي كتعرفوهم نتوما، سواء كانوا في العائلة ديالكم أو لا في المعارف ديالكم، عندهم الفلوس وماتوا، أين هم؟ اش داو؟ في آخر المطاف اش داو؟ داو الحيوط، داو الديور، داو الطوموبيلات، داو الفلوس، ما داو والو. كيدي بنادم غير الأعمال ديالو. ولهذا مرة أخرى رجاء لا تصطدموا مع الله ومع شرعه ودستوره. الدستور ديال الإسلام ديال 14 قرن هو القرآن، وقرآن كلام الله. ولهذا لا ينبغي لأي كان أن يصطدم مع الله، لأن الاصطدام مع الله عز وجل يعتبر تحديا. وقال عز من قائل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ثم معشر الأحزاب السياسية الساكتون اللي تخلاو علينا بهذا الأسلوب هذا، رجاء إلا ما تحركوا شوية ثم تحركوا، ثم بركة من السكات. رجاء كنتمنى هذه الرسالة توصلكم. ثم أقول للجميع حياكم الله وأسعد أوقاتكم ويوم مبارك سعيد للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.